السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألوني أتعشقها؟ قلت بجنون. قالوا جميلة؟ قلت أجمل مما تتصورون. قالوا أين هي؟ قلت في القلب وبين الجفون. قالوا ما اسمها؟ قلت أمي فلسطين ومن سواها تستحق أن تكون. علاقة حرق القرآن الكريم في السويد ومن قبله في هولندا باليمين المتطرف. طب إيه هي علاقة حرق القرآن الكريم في هولندا وفي السويد وعلاقته باللي حصل في فلسطين تحديدا في جنين؟ طب ليه بعض الدول العربية بتدين رد فعل الفلسطينيين وتحرش احد افراد اليمين المتطرف بصحفية او بمراسلة عربية وهي بتغطي الحدث في جنين؟ نعم، احرصي على أن تكوني في مكان آمن يا كريستين. اما بقى تنمر واستهزاء بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على بنت الفنانة دنيا سمير غانم ورامي رضوان. كل التفاصيل دي هتكلم فيها مع حضراتكم النهارده، ولكن قبل ما اتكلم مع حضراتكم في اي حاجه هستأذن حضراتكم نعمل لايك وشير للفيديو، لان الكلام اللي هنقوله في الفيديو ده كلام مهم جدا وفي غايه الخطوره. وقبل ما نبدأ اي كلام يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ الكلام. كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في حلقة سابقة عن حرق القرآن الكريم، وقلنا برضو لحضراتكم ان المفروض ان الدول العربية او عموما برامج التوك شو اللي موجودة اللي احنا بنسمعها وبنشوفها في جميع القنوات الفضائية المفروض ان هي على الاقل تنشر الخبر او تنشر الموقف اللي حصل ده وحرق القرآن الكريم في السويد وفي هولندا. وكنا مستائين جدا ان مفيش حد غطى الخبر الكبير ده اللي اهتز ليه جميع الدول العربية والدول الإسلامية. وفي نفس التوقيت احنا استغربنا ليه في التوقيت ده تحديدا تم حرق القرآن الكريم. ومش بس كده، على فكرة في خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا سمعنا خبر برضو ان تاني تم حرق القرآن الكريم اثناء صلاة الجمعة في هولندا. مش بس كده، اللي حرق القرآن الكريم طلع وقال ان هو من اليمين المتطرف. ونحط تحت الكلام ده مليون ألف خط علشان نرجع له مع حضراتكم. الكلام ده قبل ما اي احداث تحصل او تتم في فلسطين الحبيبة. ولكن الراجل ده او الشخص ده هدد وقال ان هو هيكرر الموقف وهيحرق تاني المصحف الشريف في كل يوم جمعة لحد ما دولته تاخد الكلام ده بعين الاعتبار. طب هما المسلمين عملوا لك ايه؟ طب القرآن الكريم او دين الاسلام اذاك في ايه او حصل منه ايه؟ مفيش اي مبررات ابدا للموقف اللي حصل ده. والناس كلها بره بتسأل هو ليه بيعمل كده. حتى بعض الدول الأوروبية اللي منهم دولة إسلامية وهي تركيا اللي نددت بقوة تصرف الهمجي الفرد ده وسألت برضه نفس الأسئلة، هو بيعمل كده ليه؟ الإجابة في الموقف أو في الحادث اللي حصل خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا في فلسطين. إيه تحديدا اللي حصل وليه تم إشعال فتيل الحرب ما بين الفلسطينيين والدولة الإسرائيلية؟ يجب هنا يعني أن نقول ما أو نكرر ما تقوله الإدارة الأمريكية. ما حصل في القدس هو إرهاب. نحن في الولايات المتحدة نعاني من نفس نوع الإرهاب، هو إرهاب ضد المنشآت الدينية طيب ما حدث اليوم في جنين وسقوط 8 فلسطينيين كيف نسميه؟ هذه المشكلة سيدتي الكريمة. عندما تأتي إسرائيل وتدخل إلى مخيم جنين تدعي إن كان زورا أو حقا أنها تقوم بعمليات عسكرية أمنية ضد أهداف أمنية لديها. عندما يدخل مسلح منفرد إلى يعني معبد ديني ويطلق النار فهذا لا يمكن تبريره. فجأة كده بدون أي مقدمات تم اقتحام معسكر جنين في فلسطين وتم إصابة أكتر من 3 أشخاص، وبعد كده تم الإعلان عن وفاة أكتر من 7 قتلى فلسطينيين، منهم شيوخ ومنهم أسر ومنهم سيدات كمان. الموضوع ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والموضوع كبر جدا في فلسطين وحصل انتفاضة بسبب الهجوم الغير مبرر. واللي حصل في جنين ده تم إخفاؤه تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي وتم التكتم الدائم من جميع الدول الأوروبية اللي منهم فرنسا وأمريكا وكل الدول الأوروبية اللي بتدعم الكيان الإسرائيلي. والمفروض إن الدول الإسلامية أو دولة فلسطين تسكت وما يبقاش في رد فعل عن الموقف اللي حصل ده. ولما تم سؤال الدولة الإسرائيلية انتوا ليه عملتوا كده او حصل كده ليه، كانت الإجابة ان احنا سمعنا او وردنا بعض الأخبار اللي تفيد ان في عملية هتقام او هتتم في إسرائيل. هم طبعا مش لاقيين مبرر للموقف اللي حصل ده، ولكن كان ده الموقف او هو ده الكلام
او التصريحات اللي تم تصديرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حصل ضجه كبيره على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفعليا الفلسطينيين كلهم مستائين من الموقف اللي حصل بسبب شهدائنا اللي توفاهم الله، اللي نحتسبهم عند الله شهداء في جنين. يطلع بقى البطل خيري علقم. مين هو خيري علقم؟ هو فلسطيني حر، دمه حر، بمجرد ما حصل الموقف ده وهو فعلا كان مخطط ان هو هيعمل عملية داخل الكيان او داخل المستوطنات الإسرائيلية. بالفعل فكر ودخل كأسد لوحده داخل المستوطنات وقتل منهم 9 أشخاص. وللأسف بعض الأخبار اللي تم تداولها الحكومة الإسرائيلية اللي أكدت إن هي تم تصفية خيري علقم البطل الشهيد، وفي أخبار تانية تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي إن هو هربان. طبعا بعض الناس اللي روجت خبر إن هو هربان ده كان من داخل الحكومة الإسرائيلية، علشان أكيد برضه هيحصل عمليات وهيطال منها بعض إخواتنا الفلسطينيين أكيد في المرحلة اللي جاية. والموضوع مشتعل جدا في فلسطين، وللأسف جميع الدول العربية لحد النهاردة مفيش حد ندد أو استنكر العملية اللي تمت من الكيان الإسرائيلي، وللأسف كانوا بينددوا على رد الفعل اللي حصل من إخواتنا الفلسطينيين. هو ده المشهد بصورة عامة عشان أوضح لحضراتكم اللي تم واللي حصل في دولة فلسطين. هنرجع تاني ونتكلم على نقطة أنا ذكرتها لحضراتكم قبل ما أتكلم وأقول لكم إيه اللي حصل في فلسطين. إيه علاقة بقى كل الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم ده بحرق المصحف الكريم أو حرق رمز من رموز الدين الإسلامي في هولندا وفي السويد، وتم الكشف عن هوية الشخص اللي عمل ده ويقال إنه من اليمين المتطرف. طب ليه عمل الكلام ده؟ عمل الكلام ده بداية أو خطوة للي هيحصل في فلسطين. من الاخر كده زي ما قلت لحضراتكم هم بيحاولوا ان هم دايما يبثوا لنا السم في العسل، ودايما بيحاولوا يقولوا ان دول جماعات متطرفه ملهاش اي علاقه باي كيان او باي دوله، ولكن بعد ما الخبر ياخد حيز كبير في السوشيال ميديا ويحصل ضجه نكتشف بعد كده ان هو من الكيان الصهيوني. عامه ان الله وانا اليه راجعون في وفاه بطلنا واخونا خيري علقم من اخواتنا الفلسطينيين، ونحتسبه عند الله ان شاء الله من الشهداء. نيجي بقى للخبر التاني معانا النهارده والاخير في حلقتنا، وهو التنمر عامه بشكل عام. خبرنا النهارده ان الاعلامي رامي رضوان زوج الفنانه دنيا سمير غانم كان نشر صوره كده على مواقع التواصل الاجتماعي لبنته كايلا في بعض الاماكن يعني، وهو كان خافي صورتها او خافي شكلها علشان ما تبانش على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اشهر قبل كده كنا اتكلمنا وقلنا ان الفنانه دنيا سمير غانم كانت مستاءه جدا لان هي نشرت قبل كده صوره لبنتها، وبعض المرضى النفسيين طلعوا علقوا على الصوره وكانوا بيعلقوا او كانوا بمعنى اصح بيتنمروا على بنتهم. الفنان رامي رضوان او الاعلامي رامي رضوان طلع النهارده في صوره وكان متضايق جدا وكان بيصور بنته وهو مداري وشها، طبعا على الكلام اللي اتقال او على كل الناس اللي كانت بتتنمر على بنته قبل كده في صورة. يعني انا مش هوريلكم بنتي، او بمعنى صح يعني كل اللي عايز يتكلم ليه مطلق الحرية. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب ومفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. كان معاكم محمد عوض.